في الإسكندرية، وتحديدا على أطراف المدينة في منطقة برج العرب الشهيرة بوسعها وخلوها من التزاحم المتواجد في قلب المدينة، يوجد عمال يقومون ببناء مبنى جديد، ومن ضمن المهام صعود العمال على السقالة لينجزوا شغل المحاره في الواجهة المصممة للمبنى. وفي مرة اختل توازن واحد من العمال، وفي لحظات وقع العامل على ظهره في الأرض وتصبب الدم منه مثل العرق، وللأسف مات. وتمر الأيام بشكل عادي حتى أن يضطر العمال في يوم من الأيام لشغل إضافي بعد المغرب على المشاعل والكشافات. وكان صاحب المتوفى ما زال يعمل في المكان، وفجأة سمع خبطة قوية من السطح على الأرض، ويذهب بمفرده ليجد ظل يسقط على الأرض ويظهر مرة أخرى ويسقط، وهكذا. فزع الشاب وقرر الذهاب للعمال ليحكى لهم عن الخيال، وقال لهم يأتوا لمشاهدة الأمر، فلم يجدوا شيئا. ثم عاد الشاب بمفرده وشاهد الظل مجددا، وكلما دعا الزملاء ليشاهدوه اختفي، وفهم أنها روح صديقة التي تلاحقه، ومن وقتها أصبح يشاهد ذلك الظل كثيرا مما أصابه بمشاكل نفسية. وحاول بعدها الذهاب لطبيب نفسي، ولكنه لم يقتنع بالفكرة إلى أن اختفي الظل فجأة مثلما ظهر. كنت أسكن مع زوجي وأولادي الأربعة في شقة مستأجرة تقع في الطابق الثاني، وفي إحدى الليالي تأخر زوجي لسبب ما، فقررت انتظار عودته. وبعد أن ذهب أولادي إلى النوم عند حوالي الساعة 10 o'clock، جلست بجوار طفلتي التي لها من العمر 2.5 إلى أن نامت، ثم تسللت بهدوء كي لا تستيقظ، وذهبت لأنهي بعض أعمال المطبخ. وبينما أنا منهمكة وأحاول الإسراع في إنجاز أعمالي، رأيت طفلتي الصغيرة واقفة عند باب المطبخ، فنظرت إليها لأسألها ماذا تريد؟ لكنها خبأت وجهها فجأة خلف الباب، وأمسكت به بيدها الصغيرة، وعندها قلت بنفسي أنني سأنتهي من أعمال المطبخ لأرجع بها للنوم. وحينما عدت بنظري إليها مجددا وأنا أغسل يداي، لا أدري لماذا شعرت بقشعريرة شديدة، وجدها لا زالت مختبأة ويدها ممسكة بالباب. تلقيت الصدمة عندما حدقت في اليد جيدا، إذ لم تكن يد ابنتي أبدا، كانت يد طفلة صغيرة شديدة البياض ومنتفخة قليلا. في تلك اللحظة أوشكت افقد وعي من شدة الخوف، ثم نظرت إلى الباب وأنا مترددة في الخروج، بينما لا تزال واقفة خلف الباب، وعندها سمعت صوت ضربه قوية على جدار المطبخ، وكأنها يد كبيرة ضربت الجدار بقوة، مما أفزعني وأجبرني على الخروج بسرعة إلى غرفة النوم، وأجد طفلتي نائمة بهدوء. فقمت على الفور بإغلاق جميع الأبواب، وأبقيت الأنوار وأنا جالسة أنتظر عودة زوجي، وأنا أشعر بخوف شديد. مضى على هذه القصة 5 سنوات، وكلما أتذكرها يقشعر جسدي، لكنني متأكدة أن للجن دور فيها، وهي من إحدى الأمور الغريبة التي حصلت معي.